شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ممكن نتحاور معكم بالتوحيد، الأسماء والصفات؟ توحيد ايه اللي عايز تتحاور معايا فيه؟ يعني هناك ألفاظ في القرآن الكريم ذكرت لله سبحانه وتعالى من الساق والأيدي، نتحاور معكم بها. هل عندكم مقدرة شيخ على هذه والله المحاورة؟ عندنا مقدرة بس ما عنديش طاقة يعني ماذا؟ يعني ما عندك يعني الإمكانية؟ يعني ماذا حاليا؟ يعني لا، يعني انت اوت اوف سيرفيس. يعني انت خارج التغطية، يعني ما عندك امكانية انت يعني تتحاور، يعني ما تعرف شيء عن التوحيد، توحيدك هل تعرف شيء عنه؟ توحيدي ولا توحيدك؟ اولا نتناقش التوحيد عند السنة وعند الشيعة، ماذا تقول شيخ؟ يعني انت سني او شيعي؟ لا انا شيعي 12، امام 12. تمام، حلو قوي. وبعد ما نتناقش هتستفيد انت ايه؟ احنا الناس تستفيد، الناس تستفيد. اذا عندك انت عقيدتك قويه بالتوحيد توضح ما عندك، وانا هذا عقيدتي قويه اوضح ما عندي. سيبك بس من الكلام اللي ما باكلش عيش ده. لا، لماذا لا يوكل عيش؟ انا بالنسبه لي انا اعرض عقيدتي للناس، عقيدتي سليمه، وانتم تقولون انكم مشركين. حلو. سيبك من انتم ونحن. يلا سيب يا عباس، سيب. تكلم. خلينا سيبك من انت ونحن، خلينا نتكلم. انت عايز تعرض عقيده بتاعتك، تمام؟ عايز تعرض عقيدتك من خلال مناقشتي، صح؟ طبعا انا لماذا هذه الكلام مقدمات؟ اطرح اسئلتك بالايدي، او عندك صفات اذكر لله سبحانه ما تعتقد انت، وانا اعرض ما عندي. انا ليس عندي اي شبهه. انت عندك شبهه؟ طبعا عندي شبهه كثيره بالنسبه للايدي. عندك شبهه في عقيدتك وتوحيدك، ولا عندك شبهه في عقيدتنا وتوحيدنا؟ في عقيده السلفيه، في عقيده السلف التي انت تعتقد بها. تضرك هذه الشبهه؟ اسمعني. طبعا تضر. تضرك طبعا تضر هذه الشبهه، ولا تضر السلفيين؟ تضر السلفيين والناس. لازم نوضح بين الحقائق، نبين الحقائق للناس. هم ضروا، سيبهم هم يضروا، ما يضرك انت. لا عزيزي، لا انتم تعتقدون باننا مشركون، اليس كذلك؟ ونحن نعتقد انكم مشركون، ونعرض عقيدتي وعقيدتك امام الناس، نجعل الناس تحكم. وانت تعتقد اننا مشركون، صح؟ نعم تشركون. تعتقد ذلك ولا لا تعتقد؟ طبعا انتم الله تجسمونه، تجعلون له جسم وايدي وارجل. بس خلاص. انت تخاصمني وانا اخاصمك، وعند الله تجتمع. نعم. لا نبين حقائق للناس، لا نبين. روح بين. انت تقول انا خاف. لا اريد ان اناظرك. انا خاف؟ شو تقول شيخ؟ انت طيب خالص، غلبان. انا لو ما كنتش طلعتك. لماذا تخشى المحاورة؟ هسه عندي كم سؤال اسالك، تستطيع ان تجيب؟ بص هقول لك، انا ما بحبش اصدع دماغي بكلام فاضي لا هيقدم ولا لا توحيد يا كلام فاضي عزيزي، اي كلام فاضي. كلام فاضي توحيد يا عزيزي. لا الكلام الفاضي. لا كلام فاضي. بص يا صديقي، تكلم في التوحيد يا مصطفى. يا سيدي الفاضل، اسمع بس عزيزي مصطفى، سيبك من الكلام ده والله. نعم. لا والله العظيم يا صديقي، سيبك انت يا مصطفى، انت تتكلم بالتوحيد، توحيد دع الخلاف. لا يا ابني، لا. التوحيد اثمن شيء. نعم. لكن ضياع التوحيد معك انت، يبقى احنا كده. قبل قليل كنت قلت اي كلام، قبل قليل قلنا اي كلام بالتوحيد. لا عزيزي، نتحاور معك في التوحيد، في الاسماء والصفات. انا ما اريد اتحاور، انا اسالك عايز اتعرف عليك بس. تعرف علي؟ عايز اتعرف عليك. ماشي. انا محاور تعرف علي. طبعا انا محاور شيعي، احاور السلفيه. نعم. والوهابيين والملحدين سنوات طويله. يعني انا عندي صفحتين، ما شاء الله. الصفحه السابقه روعك جماعتك
حذفوها، لان كنت انشر مقاطع احاورهم بالتوحيد والامامه، فما شاء الله مسحوها حذفوها كلها، بلغوا عليها. هاي صفحتي الثانيه، يعني كم مقطع فيديو ناشر بيها، اذا تريد تدخل شوفها. او ما تعتقد في الامام علي؟ تعتقد ماذا في الامام علي؟ الامام علي، الامام علي هو خليفه رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه واله. ماشي. تمام. انت ماذا تعتقد بالامام علي؟ خليفه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استخلف ابو بكر ببيعه امام الناس، ثم استخلف بعده عمر وعثمان، ثم استخلف بعد ذلك علي. هذه البيعه لم تثبت، البيعه عندكم لم تثبت بأدلة. اذا تريد اناقشك بها حاليا. عندنا ولا عندكم؟ لم تثبت عندنا ولا عندكم؟ لم تثبت عندنا. ايضا عندكم غير ثابته، يعني عندكم مشاكل كثيره. انا ادخل طبعا بالكاف لم تثبت، بالكافي حتى كتبكم يعني بصريح البخاري. زين انت زين هناك سؤال. طيب شيخ، انت تقول ماشي، انت تقول ابو بكر انه خليفه والناس بايعوه، زين تقبل ابو بكر خليفه وعمر يقول عن خلافته فلتة وقى الله شرها، تقبل انت هكذا؟ طبعا فلتة كيف فلتة؟ زين طيب عندك لحظه بعد راح اوضح لك بعد لحظه شيخ، انا راح اتكلم وانت بعد ترد علي. عندك القران ماذا وصف ابو بكر وعمر؟ شوف الاوصاف التي ذكر لها: انتم خلفاء، وانتم تتبعونهم، وانهم عدل. ماذا تقول عنهم؟ انهم اصحاب نظريه العداله الصحابه. طيب كيف والقرآن يذكر لهم الذين ينادونك من وراء الحجرات؟ من هم؟ الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي. من هم الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي؟ البخاري يقول أقول لك